جوز والنبي لا تدعي لنا. اهلا حبيبي. اهلا اهلا حبيبي اهلا يا تعال. حبيبي. تعال تعال اهلا بالغالي ابن الغالي. حبيبي، عامل يا ايه؟ حبيبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، مستوره. الحمد لله، يستاهل الحمد. بص بقى دي، بص، الشتاء هيحتار يدخلك برضه منين؟ حبيبي ايوه. يا بص، حبيبي يا بص حبيبي. كده، شوف. يا الله حبيبي. اكبر الله اكبر، والله لو جاي من الحجاز مش هتبقى كده. كريم زي ابوك يا ابن الاصول، اصيل. حبيبي يا حاج، والنبي ادعي لنا. داعي لك على طول يا حبيبي، داعي لك. يلا اشوفك الله على يبارك خير، لك. خلي بالك. شكر يا حبيبي. ضمها كده، ايوه. شكر. بس كده. يلا يلا اشوفك على خير. مع لو عايز السلامة حاجه أنا كده. في المحل. حبيبي يا ابني. لك يا اسف. على فين على فين يا حبيب امك؟ هنزل اصلي العشاء واقعد شويه على هتقعد مع ولاد هنيه يا متولي، صح؟ انا ولا بيحصل ده. انا بتبقى عيني في عينيهم، ما بقول لهمش السلام عليكم. كذاب كذاب يا ولا، بعرفك من عينيه انت بتكذب. طب انا هكدب عليكي ليه بس يا ام كريمه؟ امال يا اخويا بتتاخر الوقت ده كله وبتروح فين؟ اوعى واد تكون متجوز من واحده تانية ومخبي عليا. طب ده انا افرح لك. شفت بتداري وشك مني، يبقى انت عملتها ومش عايز تقولي. يا فرحتي فيك يا سنيه. اهو ده اللي انت فرح فيه، وبعد كده تخش على اوضتك تقعد فيها بالساعات، وبعدين تطلع منها وتخرج وتغطس ومحدش يعرف لك طريق جره. في ايه انت بقى؟ ايه اللي مزعلك بس يا اما؟ اللي مزعلني يا اخويا انك بتقعد مع اللي سرقوك، اللي استخسروا فيك. مالك؟ والله ما عارف اقول لك ايه. على فين يا معدوله؟ راح اجيب عشاء يا حماتي. طب يا اختي روحي وما تتاخريش. حاضر. يلا تعالى انا جاي معاكي. عايزك يا اما. ايه مالك؟ وشك قلب كده ليه؟ اعمل ايه؟ اروح امسك في خناقهم واصور قتيل عشان امي ترتاح؟ انت ايه؟ ما بتعرفش تفوت ابدا؟ ما تخليها تقول اللي تقوله. بعدين بصراحه هي تعبت عليك يا متولي، واللي في قلبها كتير. خلاص بقى، ما عادش يجي منه يا سنيه. احنا مش عايزين منهم اي حاجه. احنا الحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وكفايه ان احنا بننام وبالنا مرتاح. وبعدين احنا مش فقراء، احنا لا عايزين من حد حاجه ولا حد عايز مننا حاجه. وبعدين الحمد لله بنتنا الله اكبر بسم الله ما شاء الله قمر. هنعوز ايه تاني؟ وبعدين ده احنا ربنا كرمنا، هنبص للي في ايد غيرنا ليه؟ بقول لك ايه، روح صلي العشاء وبعدين روق دماغك شي خالص وما تتاخرش. يا لهوي يا لهوي، لما لسان القمر ينقط شهد الواحد بيبقى عامل زي الفرن البلدي اللي قايد 24 ساعة. بقول لك ايه، انا سمعت امك اوعى يا متولي يكون متجوز عليا. مين ده؟ أنا برضه هتجوز على القمر ده. أنت عارفة يعني أمي ساعات كده بتهلفط بأي كلام اللي يجي على بالها يعني. أنا عارف هي متضايقة شوية إن أنا بغطس كل شوية، بس أنت عارفة إن أنا يعني ساعات بحب أقعد مع نفسي. يعني مش مخبي عليا حاجه يا متولي؟ أنا؟ ده أنا لو خبيت عن الدنيا بحالها مش هخبي عليك أنت. ربنا يخليك ليا يا متولي. ويخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا أبدا. إيه؟ ايه؟ أنت هتفضلي واقفة كده؟ يلا بسرعة هاتي العشاء واطلعي، دمي هتعمل مناعة فوق. طيب طيب طيب. يلا متأخريش. يلا يا رجاله، اتكلوا انتوا على الله بقى، اتاخرتوا. استنى نقفل معاك يا حاج. الله يخليك يا حبيبي. لا انا هقفل انا. يلا روح. تصبح على خير يا حاج. تناهز مع الف سلامه. وعليكم السلام. سامح،
بقول لك ايه، قفل على كده وانا هقفل تحت. يلا سلام. بسم الله، لا اله الا الله. ايه ده، انت هتقفل بدري كده ليه؟ ابدا، انا لقيت الرجل قلت بقى كده في الحاره، فقلت اقفل بدري بقى الواحد يرتاح شويه. طب كويس بقى اني لحقتك. طبعا كويس كويس يا حنان. اتأخرت عليا قوي. معلش يا حنان، غصب عني، الشغل شادد حلو قوي عليا، عارفه يا حنان ولا ليك عليا يمين. انا تعبان قوي قوي اليومين دول بالذات. الف سلامة عليك. الله يسلمك يا اختي. قولي بقى، نويت على ايه؟ على كل خير. نويت على ايه يا اخت اموري؟ هو احنا هنلف وندور؟ ما انت عارف كويس قوي قصدي ايه. ايه يا حنان، في ايه مال؟ هو انا بشم على ظهر ايدي ولا بضرب الوادع؟ في ايه؟ انا من ساعة ما مشيت وراك واتطلقت مش عارفة اتلم عليك. انا قلت لك اتطلقي يا اختي؟ ده انا ابغض الحلال عند الله الطلاق. انا كنت خلاعي. يعني ايه ان شاء الله؟ لا، لو مفكر ان انا هسيبك تبقى بتحلم يا سعيد. اسمي الحاج سعيد، فاهمة؟ الحاج ايه؟ سعيد. وتكرريها في دماغك كتير عشان الفضيحة ما تبقاش بجلاجل وشخاليل وصاجات، ولا ايه؟ وماله؟ ما تبقى فضيحة بفضيحة ونتفضح احنا الاتنين. انت مش واخدة بالك، انت بنت هفشك، محدش هيصدق، بنت طفش. لكن الحاج سعيد عيار 24 يافت، محدش هيصدق عليه كلمة. الله، يعني اكدب عليك واخدعك؟ وبعدين خلينا نتكلم بني ادم لاخوه البني ادم. انا الحاج سعيد نهار ما يحب يتجوز واحده زيك، واحده غداره وخاينه اللي جوزها عمال يجري ويطفح الكوت عشان يصرف عليها وعلى عيالها، تروح تعرف راجل تاني وتطلب منه الطلاق. بالذمه يرضيكي ليا حاجه زي كده؟ مش انت اللي كنت بتقولي بحبك بحبك بحبك؟ انت لو كنت من اهل اليمين كنت صدتين، لكن نعمل ايه؟ الشمال عندك هوايه. يعني ايه بقى؟ كنت بتضحك عليا؟ لا معاذ الله، انا في صنفين ما بحبهمش، نكر العشره والخاين. وانت ما تتوصيش، فيكي كل عبر النسوان، يعني كل خبث والخبائث بتاع النسوان فيك. يلا بقى اتكلي على الله عشان ما استعس بالله وتتحرقي قدامي. بقى كده اشوف فيك يوم يا بعيد، اشوف فيك يوم. ماشي بقى. الهي ربنا يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. بره يا ستي، بره، بدل ما اقول اعوذ بالله واحرقك وانت واقفه. لا اله الا الله. صحيح الدعاء على قد الظلومه، دنيا ليها العجب، فيها المصد وفيها الذهب. استغفر الله العظيم، يا رب اغنيها بالحلال. استغفر الله العظيم. ايه يا ابني، انت ناوي على ايه؟ انا اتظلمت يا أما. يا حبيبي انسى بقى الموضوع ده، سيبك منه. انا ما صدقت انك خرجت من السجن وبقيت جنبي. واسيب حقي وسنين عمري اللي راحت في السجن اسيبها هي كمان؟ يا حبيبي حقك ربنا هيجيبهولك لحد عندك، ربنا قادر على كل شيء. يا حبيبي على رأي المثل، يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم. ياما اللي قال كده كان راجل ضعيف وعديم الحيلة، وانا لا ضعيف ولا عديم الحيلة. اسيب حقي ليه؟ وعشان مين؟ انا ليا كتير اوي ياما، كتير اوي. واذا كان سعيد ونبيه ولاد ابو الدهب، انا برضه ابنه وليا في ماله زي ما هم ليهم. ولو على امهم اللي رمتني في السجن ظلم واللي خلقها وخلقني ما هسيبها. ايه ده؟ تعال يا حبيبي، لا والنبي تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. يا غلبي، يا لهوي يا دي، هتدخل السجن تاني. يا غلبي انا ما صدقت انك خرجت يا ابني. يا غلبك يا ضحية، اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ أنا من رأيي يا عبد الحكيم تقبل القضية.
اقبل قضيه ضميري مش مستريح فيها ومتاكد ان فيها حاجه غلط؟ يا متر، ما انت ضميرك هيستريح وانت بتعد كده اتعابك صدقني. وبعدين هو مش المتهم ده الورق بتاعه مظبوط وبريء وكله تمام؟ الورق مش كفايه. لا كفايه. ما انت مش هتدور الكل لوحدك يا عبد الحكيم، انت ليك دور اعمله وانت ساكت بقى وخلاص. اشتغل يا اخي اشتغل. وبعدين مفيش مقدمات من غير نتائج. بس ممكن المقدمه تبقى فاسده وبالتالي النتائج كمان هتبقى فاسده وغير حقيقيه. المنطق اللي انت بتتكلم بيه يا نبيه ده غلط. فاسده ولا صالحه انا مالي انا بشغلك، مش هدخل نفسي. المهم سعيد طلب مني ان انا اعمل له توكيل. طب وانا مالي؟ ايه انت مالك دي؟ انت مش راجل قانون، انا جاي لك علشان تساعدني يا اخي. يا سيدي انت حر، لو في مصلحتك اعمله طبعا. هو بصراحه مش في مصلحتي، عشان سعيد بالتوكيل ده يمكن في يوم من الايام يسرقني. سعيد اخوك ولا يمكن يسرقك. انا بقول لك ممكن يسرقني، ما انا ما اعرفش قدام في ايه. بالورق ده خليه يتحكم في كل حاجه، وانا بصراحه مش عايز اعمل كده. نبيه احنا مش اصحاب من زمان وولاد حته واحده ومتربيين سوا؟ اه طبعا. بس انا عمري ما فهمتك ولا عارف انت بتفكر ازاي. اللي زيك عمره ما هيفهمني، محتاج 50 سنه ضوئيه عقبال ما يفهمني، ومش هيفهمني برضه. مش معنى ان سعيد اخويا يبقى امن له. انت فاهم انت بتقول ايه؟ اه فاهم كويس طبعا. لو ما امنتش لاخوك هتامن لمين؟ للورق والعقود. طالما كل حاجه مكتوبه متسنتفه يبقى اخاف من ايه؟ سعيد هو اللي المفروض يخاف ربنا من اللي بيعمله ده. طب ما انت واخد قرارك اهو، وانت نفسك اهو حاسس ان انت مش عايز تعمل له التوكيل. انا مش فاضي. بس كل شويه بيجي يقول لي تعالى راجع الورق ده وشوف وبص الحسابات وامضي. انا مش فاضي للكلام ده يا عبد الحكيم. محدش بياخد كل حاجه، لازم تختار. علشان كده انا جيت لك يا عبد الحكيم. شوف لي اي ثغره في القانون بتاعك ده تعمل لي توكيل كده ما تخليش سعيد يتحكم فيا. حاضر. والقعده اللي ما بيننا دي ما تجيبش سيره لسعيد على اي حاجه. سلام يا متر، وشكرا على القهوه اللي ما شربتهاش، هتتعوض. سبحان الله، سعيد هو اللي يخاف ربنا. الواحد من دول يبقى متجبر على الشرع ويفضل يتريق عليه، لكن يجي لحد فلوسه ويقلب شيخ ويكر القرآن كله. عينه منها. عين مين من مين؟ ايه؟ مين عينه من مين؟ الله، هو انا بقول ايه من الصبح؟ بنت ثانيه. نبيه ابنك عينه من بنت ثانيه. ده بعيننا، ده لما تشوف حلمة ودنها ان شاء الله. ومش بعيد امها هي اللي تكون زقه البت عليه. ايوه دي على مواتيه. صح. شوفي مين اللي عمال يرن على الجرس ده. حاضر. حاضر. في ايه؟ هي الدنيا طارت؟ يا لهوي. يا وليه يا مالك كشيتي في جلدك كده ليه؟ ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل يلا اطلع بره من بيتي. اطلع بره منين؟ من بيت ابويا بقى ده اسمه كلام؟ ابوك مين يا اخويا؟ ايوه ابويا. وخلي بالك انا قاعد ومثبت ومربع، والجدع اللي يقول لي امشي. اخرج بره يا واد انت من بيتي يا ولد. عبد القوي اخرج بره. اما اعرف تمامك وما تعليش صوتك في البيت. يلا نجر امشي من هنا. مش قبل ما نتحاسب. مفيش بين الخيرين حساب، وما اشوفش وشك في البيت هنا تاني. يا ساتر، اخص على الاخوه. ده بدل ما تقول لي كفاره اخويا، ده بدل ما تقول لي تعالى في حضن عوضك عن السنين عمرك اللي راحت. العوض عوض ربنا، وكفاره يا سيدي. والحضن ده سبناه للست الوالده تديهولك، وانا ماليش اخوات غير نبيه. انا اخوك غصب عنك. ما بلاش نتكلم في الموضوع ده لا تزعل. لا انا ما بزعلش،
ما تقولي حاجه يا مرات ابويا، ساكته ليه؟ اقول ايه يا ابن تحيه؟ اسمي عبد القوي ابن ابو الدهب ابن فتوح، وابن تحيه برضه حاجه ما تعبنيش. الله لا يسامحك يا ابو الدهب ولا يرحمك عشان جبت لنا الممتسكك رميتهم في حجرنا. اسمع بقى الكلمتين اللي من الاخر. انا ما عنديش حاجه اخاف عليها، حتى العمر الحلو منه راح في السجن. انا هاخد حقي كامل يا سعيد. انا دخلت السجن مره في حاجه ما عملتهاش، وعندي استعداد ادخله مره كمان، بس المره دي في حاجه اكون عملتها اقل ابقى مرضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكل على الله، شيلي حاجتك، اتكل على الله. الواد ده لازم يتلم. ايوه، والا مش هنخلص من هبته كل شويه. الواد ده قتل قتل ابوك ودخل السجن، ورغم كده خارج قوي يا اخويا وقلبه جامد. ده خارج منه اسخن من الاول يا ناس. بس اهدي، انا اعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا هربيهولك واربي امه. ايوه ربي وربي امه ابن الكلاب. انا بقى بحب السفر وهوايه المسافه. اقوم حاطط الشنطه على ظهري وراكب القطر. طب والحاجه كانت تسيبك كده عادي؟ يعني دماغها ما كانتش تروح كده ولا كده؟ يا دي كانت بتغير قوي قوي قوي. امال ايه؟ كانت تفتح لي محضر، بس الشهاده لله كانت بتعرف ازاي تتكلم. لما تحب توصل لي معلومه كده في الخباثه كانت تقول الكلام بهزار. مره قالت لي عبد الله اوعى تكون بتحب عليا. طب وانت قلت لها ايه؟ قلت لها افرضي هتعملي ايه؟ قالت لي اوعى تكون وحشه. انا عارفه ذوقك حلو، بدليل انا قدامك اهو راحت عامله كده. والنبي كانت عسل قوي. قلت لها انا مش راجل خسيس عشان احب عليكي، انت احسن حد عندي في الدنيا. قلت لها على فكره كل راجل ليه مزاج، وانا مزاجي السفر. احب اركب القطر وابص في ملكوت الله. وحياتك ما تنتهاش تاني. انت ولا هي يا حاج؟ مش هتقوم تنام بقى يا حاج؟ لا معلش، الدكتور قال لازم تنام بدري. ماشي. شايفه ابني بيتحكم فيا ازاي؟ معلش يا حاج عشان بيحبك بس. يلا يا حاج. اوعى ابعد انت. انا هقوم مع حبيبه قلبي والنور عيني مديحه، النعمه اللي ربنا اكرمنا بيها. ربنا يخليك لنا يساعدك يا هناك. في الحسك في الدنيا. مالك يا بنتي في ايه؟ مش عارفه يا حاج، حاسه اني بولد. مالك يا مديح؟ I told you before about this, Dr. Allison, after 5 months. Okay, great. I will call you later. Bye. عرفت اللي حصل؟ امك قالت لي. طب مش تيجي تقعد معايا وتقول لي هنعمل ايه ولا نتصرف ازاي؟ هنعمل ايه في ايه يا سعيد؟ هو انت يعني هتغلب؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني انا سايب لك الامور دي. انت عارف ان انا مشغول ومش فاضي للتفاهات الاجتماعيه والمال والبنون والحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها دي. ايه التفاهات الاجتماعيه والمال والبنون ولا انت بتقول ايه يا دكتوره؟ سعيد، انا اكتر واحد عارف ومتاكد ان انت تقدر توقف عبد القوي، بس انت اللي سايبه. عارف ليه؟ علشان تيجي تسالني وانا ما يبقاش عندي اي اجابه، فتقعد تقول لي بقى انا اللي شايل المسؤوليه وانا اللي بتصرف وبعمل كل حاجه لوحدي. فبقول لك اهو اعمل اللي انت عايزه بقى. ايه كمان؟ ده انت محوشهم لي بقى وانا اللي عبيط. انا رحت لعبد الحكيم وقلت له يعمل صيغه التوكيل اللي انت طلبتها مني. انا بقى محتاج شويه فلوس علشان اكمل الدراسات والتجارب اللي انا بعملها. ايه دخل التوكيل اللي انا طالبه منك باللي عمله عبد القوي؟ اهي دي حاجه بقى انت اللي تحلها، عشان انت اكتر واحد تعرف تتعامل مع عبد القوي. بعدين بقى اديني بقول لك اهو، اعمل اللي انت عايزه هنا واديني اللي محتاجه عشان اعمل اللي انا عايزه هناك. هدخل الحمام وهجيلك.
الله 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 الله. ده انت طلعت عندك مشاعر واحاسيس جياشة. حوشهم يا عبيط. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حته مني. مع ان انا كان نفسي في بنت عشان تطلع شبهك. يا اخويا ولد ولا بنت، كل اللي يجيبه ربنا كويس. قولي لي بقى ناويه تسميه ايه؟ ابويا الحاج عبد الله اي لو جت بنت هنسميها نور، ولو جه ولد برضه هنسميه نور عشان ينور حياتنا. اللهم بارك فيه واجعله قرة عين امه وابيه، واجعله من عبادك المتقين الذاكرين. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. عبقاوي، ده انا كنت لسه جايالك. اجبرينا يا نواشي. قول لي بقى ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه مش فاهم. يو ناوي على ايه في حياتك؟ ناوي تفضل واقف كده محلك سر تهري وتنكد في جتتك على اللي فات، ولا تحط عقلك في راسك وتبص لبكره؟ اختصر يا نواشي وهاتي اخر الكلام، عاوزه تقولي ايه؟ بص يا ابن الناس، انا بقالي سنين مستنياك، طول ما انت في السجن ما وريش غيرك راحه جايه عليك. بقول معلش يا بنت، اصبري اصبري على العيش والملح، اصبري على العهد اللي ما بينكم. يا ساتر، هو اللي بينا كان جامد قوي كده؟ ده احنا كنا لسه عيال ما طلعناش من بيتنا. ينيلك بقى بعد ما استنيتك ده كله وثبتني بالكلمتين الحلوين اللي كنت بتقولهم لي لما اجي لك زياره. ده انا كنت كل ما اجي لك انت القلب، انت الحب، انت الحته الشمال. دلوقتي بعد ما خرجت بتلحس كلامك، قسما بالله اشقك نصين. لا 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 لا، نصين ايه يا نواشي؟ نصين ما ينفعش ما ينفعش. انت عاوزه ايه دلوقتي؟ عايزك تشوف لك شغل تاكل منه عيش. انت يهمك في ايه اصلا انا اشتغل ولا ما اشتغلش؟ ده المفهوميه بعافيه. ليه؟ قول بقى، عايز تسمعها بودانك مش كده؟ مع انها مش محتاجه قوال. واحده مستنياك العمر ده كله هيكون ليه؟ انا عاني منك يا عبقاوي وعايزه اتجوزك. ايوه يا نواشي يعني، بس انت عارفه. ما بسش، خد دول، هات توك توك تشتغل عليه. ايه ده يا نواشي؟ دهبك؟ هاخد دهبك؟ ما ينفعش ما يصحش. يوه انا راضي وغاوي، والغاوي ينقط بطاقيتي، وبعدين انا بشبكك بيها. ولما انت تشبكيني ان شاء الله في الفرح بقى ناويه تلبسي انت البدله والبس انا ان شاء الله الطرحه. يا بت يا بت الشبكه على العريس. يا اخويا انا شاري، وبعدين من الاخر كده انا عايزه طري ما يلفش على غيري، عايزاه يجري ويتضحك كده على حالي. يا بت اللي بتضحك ده الرمان. وماله، ألم وحاجي عليه، مش اللي يحب اكتر بيقرب اكتر. بس ده هيبقى دين في رقبتي نواشي. يا اخويا ولدين ولا يحزنون، اشتغل انت بس وورينا شطارتك. طب وامك موافقه؟ طالما انا موافقه هي موافقه طبعا. طب هتفتكر بقى ان انا عبد القوي، ولا بعد ما نتجوز كمان هتفضل في الرايحه والجايه تقول لي اشرف؟ يا ساتر، تيجي اعزمك على حاجه نشربها. يلا. مانجا ولا قصب؟ قصب. مانجا احلى. لا قصب. يا بت الغالي الغالي. ماشي. بسم الله توكلنا على الله. اتفضل. على فين يا عايق؟ نزل الشغل بقى، رايح اشوف اكل عيش. مش هتهدى بقى كده وتريح قلب امك؟ اهدى ازاي يعني؟ تهدى وتتكن. الله، انت ما بقتش صغير. لا 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 لا، انا ملاحظ ان كلامك جارح. لا انا الحمد لله زي الفل ونضيف وديلي زي الفل. انا حاجج من وانا عندي 20 سنه. ولا انا امك يا اخويا،
وفهمك كويس قوي قوي قوي، واعرف اخرك من نظرة عينك. على فكره كل كوم وسوء الظن ده كوم. انا خايف من حساب ربنا ليكي من سوء ظنك فيا. اصل البت حنان كانت طيبة. حنان السبحه فين؟ سبحة سبحة يا سبحة، بقول لك ايه، البت حنان دي لو كانت بنت صايعة وضايعة كانت فضحتنا في الحارة كلها. بص بقى، السنة دي ما تعديش الا وانت شايف لك واحدة ومخلف منها عيل. اتجوز؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. الا اتجوز قال تتجوز؟ امال عاوز تقضيها تنطيط ولا ايه بالظبط؟ السنة دي ما تعديش الا وانت متجوز ومخلف عيال. امال الفلوس المتلتلة عندنا دي كلها مين اللي هياخدها؟ مين اللي هيورثها؟ ولا عاوز تروح تصالح الواد ابن تحية عبد القوي ويورثك في الاخر؟ ها؟ عبد القوي انا هلسوعه ولسوع امه. ايوه لسوعه ولسوع امه بالذات. حاضر. ايوه حاضر يا حبيبتي. يلا. يلا عايزه حاجه؟ لا يلا. شكرا. في حاجه كمان، استنى. خير؟ الواد اخوك نبيه. نبيه ولا نيله؟ ده طلع اغبى منه مفيش. البنت وفاء بنت ثانيه لايفه عليه. ايوه لايفين عليه وعايزين يكوشوا على كل حاجه. ما هو يغمك، عايزين ياكلوا في قته محلوله يا اخويا واحنا نايمين على ودنا نوم. ولا هي ولا اللي يتشدد لها، ما تقلقيش. على فين يا حبيبتي؟ على فين يا ماما؟ زي كل يوم رايحه الشغل ومتاخره. طب مش تسلمي على ستك؟ نايمه. مش نايمه يا بنت ثانيه؟ ولا انت يعني خلاص مش عايزه تيجي تسلمي على ستك؟ يا اختي ايه اللي جرالك؟ انا يا ستي انا اقدر يا روح قلبي. وحياة امك ده انتي روح قلبي. ده انا اليوم اللي ما بصبحش عليكي ودمه تقيل وبايخ قوي. شايفاك يا اختي وانت بتغمزي لها. انا يا ستي انا لازم امشي. باي. روحي يا اختي طريق السلام. باي يا حبيبتي. هو متولي نزل؟ يا حبيبتي. طب تعالي عايزاكي في كلمتين. عيني بس كده يا حبيبه قلبي. خشي يا اختي. احنا ورانا حاجه نقعد نرغي مع بعض؟ احنا ورانا ايه يا حبيبتي؟ قولي لي بقى يا اختي. نعم. انت بتاخدي الواد متولي على جنب كده وتفضلي ترغي معاه، بترغي معاه فيه يا ثانيه؟ حاول ايه بس يا حماتي؟ بكلمه على البيت وجهازها عشان عدلها لما يجي. يعني مش بتقولي له امك كبرت وخرفت وما تسالش في اللي هي بتقوله؟ انا يتقطع لساني يعني. ان شاء الله يا حبيبتي هيتقطع، وهيتقطع من لغاريغه كمان. ما هو انت يا بنت انت اللي منيله حال الواد. يعني يرضيكي املى دماغه بكلمتين يخليه يصير ويروح يودي نفسه في داهيه؟ احنا عايزين ايه من الدنيا يا حماتي غير اللقمه الحلوه والضحكه ورضا ربنا علينا؟ وحقنا يا بنت ملناش فيه. يعني ايه ملناش فيه؟ ايوه ملناش فيه. لا لنا فيه، ده اللي قسمه لنا ربنا. يبقى كده بيسرقونا. مش يمكن ربنا بيختبر رضانا؟ مش يمكن ربنا كرمنا بالصحه والستر والرزق الحلال وبنت زي القمر عشان قلنا الحمد لله؟ واديكي شايفه هنيه خدت كل المال وولاد ابو الدهب. فين من الدنيا؟ ها؟ واحد ميت على الدنيا والتاني اعوذ بالله والتالت لسه خارج من السجن. طيبه قوي، طيبه قوي يا بنتي يا ثانيه، وراضيه بكل حاجه يا بنت. عليا انا الكلام ده يا ثانيه. طب وزنيها كده بس يا حماتي. بقول لك ايه، انا لا هوزن ولا هتنيل بست نيله. انا مش ههداني بال الا لما الوليه هنيه دي مناخيرها تيجي في الارض وتشم كده التراب الاسود هي واللي خلفوها. ايوه ايه انت بتضحكي على ايه؟ مفيش حاجه يا حماتي، مفيش حاجه والله. بقول لك ايه، اعمل لك قهوه زياده؟ عيني انت تأمري يا حبيبتي. والله وخيبت ظني فيك يا ثانيه، طلعتي بنت اصول وبنت ناس وصحيح. روحي يا شيخ، روحي يا شيخ، الهي ربنا يكملك بعقلك يا رب. سامعاكي يا حماتي؟ بشتمك يا بنت بشتمك. ايه هقولك بقى؟ طلع البطاقة الجديدة. الله واحد مالوش تاني العدد 3 4 5 6 7 8 9 10. واحد مالوش تاني العدد 3 4 5 6 7 8 9 10 2 24. ماشي. الله واحد مالوش. صباح الخير. يا صباح الفل والهنا والعسلية، يا أهلا وسهلا، منورة الدنيا. شكرا. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا ابني، وري الحاجة كده الغوايش دي. يلا. الله يعينك.
الله يخليك. كويس انك هنا. ولو مش هنا تكلميني اكون في ثانيه هنا ونعمل تجربه عمليه. بربشي كده اديني جيت اهو. ميرسي جدا يا سعيد والله. انا بصراحه كنت عايزاك في حاجه صغيره. اموري. مش عارفه ينفع ولا لا، بس ده ممكن تصلحولي؟ ايه ده الانسيال ده؟ ده انا قلت انت عايزه تغيريه، شاوري على اي حاجه في المحل تاخديها. الله، وتبقى في ايدك دهب. شكرا، انا بس عايزه ده. اصل انا بقول يعني ان ده مطه ادمت شويه. معلش، هو بس غالي عليا شويه، ده هديه من ابويا. لا لو هديه من الحاج يبقى على راس ابويا. تتكلمي في ايه؟ شكرا. تروحي وتيجي تستلميه تلاقيه بيرقص ويتشقلب كده. شكرا جدا. هتعبك بس اعرف تكلفته؟ لا تكلفة ايه، عيب عليك. ده انا لسه قايل لك احنا دم واحد. ينفع يعني؟ ده انت الورده الفيحاء في عيلتنا. معلش خليني على راحتي. لا هتزعليني، بقول لك احنا دم واحد وانت الورده الفيحاء في عيلتنا. تقولي ياخد منك فلوس؟ عيب. والله يا سعيد ما هينفع، سيبني على راحتي. مفيش الكلام ده. انت هتزعلي الحاج سعيد؟ يرضيك انت؟ طب بذمتك تقبلي؟ مش عارفه اقول لك ايه والله. شكرا. خير يا سيادة العميد. يا دكتور نبيه، الشكاوي كترت قوي ضدك. شكاوي كترت ضدي؟ طيب ممكن اعرف بقى الشكاوي دي بتقول ايه؟ حضرتك بتخرج عن الإطار العلمي للمحاضرات. انا عمري ما اعمل كده. انا عارف كويس انا بقول ايه يا دكتور. انا بروفيشنال جدا في شغلي. ايوه يا دكتور، بس احنا هنا كلية طب، بندرس الإنسان مش أفكاره. والإنسان ايه وافكاره ايه؟ بعيدا عن الموضوع ده، مش حكايتنا. خلينا في الشكوى، ممكن اعرف تفاصيلها؟ حضرتك عارف انت قلت ايه؟ لا معلش، انا عايز اعرف تفاصيل الشكوى بالظبط. يا دكتور انت بتقول احنا بنعيش في عالم يحكمه القوة وليس العدل، وان اي شيء لا يخضع للتجربة غير موجود. سيادة العميد كملش، انا بقدم استقالتي. في ايه يا نبيه؟ اقعد. الحقيقة انا مش هقدر ادرس لطلبة مش فاهمين الكلام اللي انا بقوله اللي تعبت فيه سنين، ومش هقعد انقي الكلام اللي خارج من دماغي. واضح كده ان الجيل ده جيل فاسد وكسول، يكسل اصلا ان هو يفكر. وانا بصراحة مش مستني حاجة، وعارف كويس اني مهما عملت محدش هيقدر اللي انا بعمله. علشان كده بقول لحضرتك انا بقدم استقالتي. 5 دقايق هتبقى استقالتي على مكتبك. ايوه يا وفاء، انت فين؟ انا بس متضايق شويه وعندي مشاكل، وعايز اتكلم معاكي واشوفك. طيب هجيلك الشغل، مسافة السكة. اسمع مني، اللي ما تاخدوش بالدراع تاخده بالدماغ. وبعدين على حد علم سعيد اخوك ده بتاع مزاج. انت عرفت منين؟ يكش فاكر السبحه والعبايه ومشورته على الجامع فرد بفرد دي تخيل عليا. تخيل على الناس انما انا لا. ما تفسري كلامك يا بت. بت اما تبت، ما تقوليش يا بت. طب فسري كلامك يا ست البنات. سعيد الناس مريحاه عشان بتستفيد منه، وورشته بياكل من وراها الكل. وايه كمان؟ اللي زي سعيد اخوك ده مش عايز العين، بالعكس عايز اللي ياخده على الهادي، اللي يقول له انت ما فيش زيك، انت ما فيش منك لا في الصياعه ولا في الادب. يا ساتر، انت ما طلعتيش سهله خالص يا بت. انا وعيشي. بص يا اخويا، انت تهمني وانا حباك ورايداك وعارفه انك الظلام. انا كان ممكن اسمع كلام امي واتجوز، بس انا قلت لا، استناك ان شاء الله العمر كله. اصيله. حاسب، انا احب واعشق انما كله بالاصول. هو انت مقتنعه بشغلك هنا في الشركه؟ يعني مش بتفكري تعملي البيزنس بتاعك؟
اصل بصراحه انا مش عايزك تفضلي موظفه طول عمرك. في ايه؟ يعني بدل ما تيجي تقول لي وحشتيني، بقالي كتير كده ما خدتكيش نتعشى بره، تعالى بقى ننزل نشرب حاجه، تعزمني على سينما، مالك؟ وحشتيني طبعا يا وفاء، بس انا النهارده مش في المود. سيبيني في اللي انا فيه. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ انت قلت لي ان انت فعلا متضايق، احكي لي. انا قدمت استقالتي من الجامعه. معقوله يا نبيه؟ ليه عملت كده؟ اللي انا عملته ده هو الصح. الناس دي مش مقدرين قيمتي، هروح للناس اللي بتقدرني. بقول لك ايه، هو انت ما فكرتيش انك تهاجري، تسافري بره مصر، تبداي حياتك من جديد؟ ما تيجي نسافر وانا هعمل لك البيزنس بتاعك، يبقى عندك شركه ونكبر مع بعض. انت بتهزر طبعا، صح؟ لا انا بتكلم بجد. لا يا نبيه، انا مش هقدر اعمل كده، انا مش هقدر اسيب اهلي، ما عندهمش غيري، انت فاهم ده؟ انت عارفه اهلك يعني خلاص تعودوا على العيشه هنا. احنا عندنا طموح، احنا لازم نتعلم ونتطور ونفكر صح. الصح مش هنا، الصح ان انا اخدك من ايدك نروح نبدا في اي بلد تانية. انا لما بمشي في الشارع وبشوف وشوش الناس بحس ان احنا عايشين في مستنقع الميه فيه ثابته ما بتتحركش. فكري في اللي انا بقوله لك ده لمصلحتي ومصلحتك. نبيه، انت اعصابك بايظه ومتوتر عشان انت لسه مقدم استقالتك، فطبيعي جدا تكون حاسس باللي انت حاسس بيه ده، فتمام. بس لا يا نبيه، احنا مش هينفع نمشي ونسيب اهلنا ونسيب ناسنا. احنا كويسين ومبسوطين، نشتغل كويس وانت هتشتغل تاني وكل حاجه هتبقى زي الفل. ده انا مش زهقت يا وفاء. حصل معايا النهارده خلاني افكر بشكل تاني خالص. احنا بقينا في زمن الطلاب بيشتكوا فيه الدكاتره بتوعهم وبمنتهى البجاحه، جيل بيستسهل كل حاجه، وانا اللي مش عايز اعدل معلومه كده وخلاص، بقف على كل حاجه وعايز اغير فكر، عايز اعلمهم بجد. بيتهموني بالتطرف علشان بقول لهم ازاي يشغلوا عقلهم. اغبياء. انا حبيبتك اهو، بص من واحنا صغيرين، انا ساعات ما بفهمكش يا نبيه. انت كمان. مش قصدي حبيبي والله، خليني اشرح لك عايزه اقول ايه. عايزه اقول انه فكر بس تخش لهم من الطريقه بتاعتهم، يعني اتعامل معاهم اهدى شويه، اتعامل معاهم ببساطه، روح لهم. اروح لهم؟ انت قصدك انزل لهم بالمستوى العقلي؟ محدش بيحترم الماده العلميه اللي انا تعبت فيها سنين. الناس دي انا مش ضايع معاها وقت. انا هسيبهم وهمشي وهاخدك معايا. فكري في اللي قلت لك عليه. طب تمام، خلينا هعمل كده، بس عندي فكره تانية. ايه رايك بقى تفكر النهارده تخرج حبيبتك، تعزمها على العشاء، توديني السينما كده؟ هي ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ احلى كوبايه شاي يابا. يا حبيبي تسلم ايديك، ربنا يطرح فيك البركه. واكيد مش هنسى القرنفل حبيبي. الله. ايوه تسلم ايديك يا حبيبي. كنت عايز اخد رايك يا حاج في موضوع مهم. اتفضل قول. نبيه جالي وكان عايز يعمل توكيل عام لسعيد، وفي نفس الوقت هو مش واثق فيه، وبصراحه طريقته واسلوبه وكلامه كده ما كانوش عاجبني. شوف يا ابني، ربنا لما بيشرح حاجه بيشرحها لانه اعلم بالنفس وتقلباتها، فما تجيش انت تغير القوانين اللي ربنا وضعها. ولما تغير حاجه بمزاجك يبقى انت كده بتميل الميزان. والفلوس اللي انت بتحوشها عن اصحابها فلوس حرام لانك استحلتها لنفسك، والمال الحرام بيفسد النفس ويزيد لها. انا مش قادر افهم يا حاج، هو حضرتك تقصد موضوع عبد القوي؟ عبد القوي وغيره. الحكمه يا ابني ان المليان كب على الفاضي، ان ما يبقاش في غل في النفوس، ودول اهل، يعني كل حاجه المفروض تتحل بينهم بالموده والرحمه. عموما ربنا يهدي النفوس ويهديهم لبعض. ربنا يخليك ليا يابا.
بقول لك ايه، عاوزك توديني مشوار. لا مؤاخذة يا صاحبي، شطبنا. يا جدع شطبنا ايه؟ على الطلاق ما في حد هيوديني غير المكنه دي. طب يا ابو الصحاب، اخوك مطبق ورطيتين ومش قادر يفتح عينيه، يا دوب اغسل التوك توك واخش انام شويه. اطلع على الشارع هتلاقي 100,000 توك توك يوديك مشوارك. لا ده انت شكلك عبيط وما تعرفنيش، انت اللي هتوديني. وماله؟ نوديك. اسمك يا مين اللي بعتك؟ سعيد ابو الدهب. سعيد باشا اخويا. طب مش كنت تقول؟ كنت اتوصيت بيك شويه وعملت معاك الواجب. واخده في وشك حتى المسا ما رميتهوش. معلش يا ماما تعبانه شويه. فيك ايه يا بنت ثانيه؟ ولا حاجه، شغل كتير بس. عايزه تدخلي بيت ابو الدهب مش كده؟ عايمه على عم ستك. يا ماما انا ولا عايمه على عم ستي ولا عايمه على عم حد تاني، تعبانه بجد. قابلتيه؟ انطقي يا بت، انت فاكراني نايمه على وداني؟ نبيه ابن هنيه بيحوم حواليك وانت لسه ما رستيش على بر. قولي لي ايه اللي في بالك؟ مفيش حاجه في بالي ومش عايزه اتكلم، مش قادره اتكلم. طب اسمعي كلام امك بقى. في حاجه في الدنيا اسمها الشخصيه القذره. الشخصيه دي بقى عندها نقص وطماعه وما بتحبش حد في الدنيا غير نفسها، والحاجات اللي انا بقولك عليها دي كلها بالمقاس على نبيه. ستك فاكره ان انت لما تدخلي بيت ابو الدهب هتكيلي بالكوم، بس انا وابوكي اخترنا ان احنا نعيش نحب الدنيا، عشان كده بالنا مرتاح. والفقر؟ الفقر فقر النفوس مش الفلوس يا بنتي. الفقر فقر الفلوس والنفوس يا ماما، دول حاجتين مختلفين قوي عن بعض، بلاش نضحك على بعض. مش هقولك ان الفلوس مش مهمه، ومش هقولك ان اللي ما معهوش ما يلزموش، بس هقولك ان في حاجه مهمه قوي مع الفلوس ما نقدرش نستغنى عنها. فكري في اللي بقولهولك وبعدين نتكلم. بعدين يا ماما. ايه ده على فين؟ معلش وديت الانسيال بتاعي عند سعيد ولازم افوت اخده. باي باي. يلا يا زيدي، يلا يا احمد اتكلوا انتوا على الله وانا قافل. السلام عليكم. تصبحوا على خير يا حاج. سلموا لنا على العيال. سلمك يا حاج. يا عم امشي. يا عم ما تزورني. امشي يا ساتر. انا قلت اجيب لك دراعك اللي انت بعته عشان تديني بيه بالقلم، يمكن محتاج تهرش ولا حاجه. أنا لو عايز أدي بالقلم دراعي عمره ما هيخوني، ولو دراعي خني هقطعه. انا مش جاي احاسبك، انا هقول زعلت، وبصراحه عندك حق. ما كانش ينفع اطلع للحاجه كده على طول، اصول كان اجي لك الاول. ورد من هنا يا عوض. عايز يا عباوي. عاوزك تعرف ان انا اتظلمت، وان انا كنت بحب ابويا اكتر من نفسي. انا دخلت عليه لقيت قاطع النفس. الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. وبعدين انا كل اللي انا عاوزه ان يبقى في بينا ود. هو البني ادم ايه غير عيله تقف في ظهره وتسنده، واحنا مسيرنا لبعض. وعلى راي اللي قال عمر الدم ما يبقى ميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير في حاجه ولا ايه؟ ايه اللي جاب عبد القوي تاني؟ انتوا اتخانقتوا؟ لا ربنا ما يجيب خناق، ما اتخانقناش ولا حاجة. طب كويس. مش عارفه يعني الوقت مناسب ولا لا، بس الانسيال خلص. صحيح الانسيال.
ودي جايباه منين؟ لا مش عارفه، ما عنديش فكره. انا قلت لك انا ابويا جابهولي هديه، فاكيد من سايغ يعرف، مش عارفه. للاسف الانسيال ده طلع سندوتش. ايه يعني ايه؟ يعني قشره دهب يمين قشره دهب شمال وفي النص نحاس. معقوله؟ ما تزعليش ولا ضايقي نفسك، هاتيلي بس الفاتوره وانا هتصرف. لا لا مش للدرجه دي يعني، شكرا، مش عايزه اتعبك، مش هقدر اعمل كده. انا وصيت على واحد زيه بالظبط. اسفه. خلاص انا وصيت عليه، بس ايه يافت. بنبيع حنية بس مين اللي يشتري؟ عم هلال، عم هلال، هاتوا الاسعاف بسرعه، الاسعاف يا عالم. السعد. اتفضل. يا اهلا باهل العلم والمعرفه. اهلا باللي مش عارف اقول له ايه. يا ما تقوليش حاجه، اقول له اخويا سعيد يا حبيبي. اهلا يا اخويا سعيد، انا كنت جاي لك علشان عايزك في كلمتين. امرني يا ابوي. انا خلاص قررت ان انا اسافر. تروح وترجع بألف سلام. الله يسلمك. وجاي لك عشان نتكلم، عشان نصفي اللي ما بيننا. نصفي ايه؟ احنا بينا كل خير، ايه اللي هنصفيه؟ نصفي اللي ما بيننا، حقي محتاج شويه فلوس. كام يعني؟ ايه كام يعني؟ انا جاي استلف منك؟ انا عايز فلوس عشان السفر. وهتسافر لوحدك بقى ولا معاك حد؟ حد؟ يا ولا مش كان يصح برضه تيجي تقول لامك وتشاورها، ولا امك دي بقت طقم كده صيني محطوط في النيش؟ انا قلت لما اقرر واعرف انا هعمل ايه بعد كده اقول لكم. وانت رايح تركب الطياره يعني؟ بقول لك ايه، ما تدخلنيش في مواضيع تانية. قلت ايه في اللي انا طلبته؟ في ايه؟ في حق من ميراث ابويا. وهتاخد حقك في ميراث ابوك عشان تصرفه على مين يا ننعن امك؟ على شغلي وابحاثي اللي عمركم ما فهمتوها ولا هتفهموها. ومال؟ سافر وشوف انت محتاج قد ايه كل شهر واخوك يبعتهولك. ايه محتاج قد ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني التركه اللي عملها جدك الله يرحمه مش هتتقسم، عارف ليه؟ لانها لو اتقسمت راحت ضاعت، وانا مش هقبل بالحكايه دي ابدا. بس ده حقي. محدش هياخد حقك، بس تركه مش هتتقسم ومش هيحصل. فهمت. طيب بص بقى، انت امي على عيني وعلى راسي، انما انا حقي هاخده. ما تزعلوش بقى من اللي هيحصل. يعني ايه؟ يعني ده حقي، والحق ما فيهوش خواطر. ولا انت رايك يا سعيد؟ ولا انت نمت؟ يا حبيبي هو في حد يعرف ينام وانت بتقول البقين دول؟ وبعدين انا مش فاهم انت بتقول ايه، وشكلك انت اصلا مش فاهم انت بتقول ايه. لا انا فاهم كويس وعارف انا بقول ايه وسامع نفسي، ناقص بس ان انا اسمعك انت. يا اللي حاجج بيت ربنا، يا اللي بتفهم في الاصول وما بتاكلش حق حد. تقصد ايه يا نبيه؟ اصل انا بصراحه كده شامم ريحه مش عجباني في كلامك. والله شم الريحه اللي انت عايز تشمها، انت حر. بس انا واضح اهو، وحقي مش هسيبه، ولو ما خدتهوش بالتراضي هاخده بالقانون. ما تقف عوج واتكلم عدل. انت بتكلم اخوك الكبير. انا سايبك تصغر لامك من الصبح وانا ساكت، واخرتها عايز تقف قدام انا في المحكمه؟ واقف قدام امك كمان لو حكمت. ده حقي وهاخده. لا ده انت اتجننت بقى. شوفيها زي ما انت عايزه تشوفيها، واديني بقول لكم اهو، ادوني حقي وبعدوا عن المشاكل والفضايح. بعدين يا سعيد هنعمل ايه؟ الواد باين له اتجنن ولا ايه؟
الكلام اللي بيقوله نبيه ده عايز له ترتيبه. طيب رتب انت بقى وقول لي. دكتور ازيك؟ اقعد. ازيك يا دكتورة؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. تشرب ايه بقى؟ لا لا انا مش عايز، ميرسي يا دكتور. لا ازاي بقى، انت ضيف؟ مش اي ضيف. انا هشرب قهوه، تشرب قهوه ولا ليمون؟ ليمون اوكي. احمد القهوه بتاعتي وليمون. ايه بقى؟ فكرت؟ والله بصراحة يا دكتور انا قلقان. من ايه بس؟ مصطفى انت عارف ميزانيه البحث العلمي في الدول الاوروبيه كام دلوقتي؟ بلاش البلاد الاوروبيه. عندك سنغافوره، تعالى لليابان 19.5 تريليون ين ياباني، يعني تقريبا 3.48% كده من الناتج المحلي للبلد. ورغم كده جايه في المركز الثالث بعد امريكا والصين. عارف بقى في مصر كام؟ كام يا دكتور؟ هقول لك بس ما تضحكش. 1.2 من الناتج القومي. اه متخيل؟ مفهوم طبعا. لا مش مفهوم، سيبنا افهمك اكتر. انت عارف ان في شركات ضخمه جدا ورجال اعمال شغلانتهم الاساسيه بس استيراد البحوث المميزه زيك وتمويلها، مش بمليون ولا 2، بمليار المليارات. بس انا حابب ابقى هنا في مصر يا دكتور. والله براحتك، بس ساعتها بقى هتلف في نفس الساقيه اللي لف فيها غيرك، من مركز البحوث بقى لوزاره البحث العلمي، واخرتها برضه هتدور على ممول. هو مش حضرتك قلتي لي ان انت هتمولي البحث؟ هو انا مجرد وسيط، هجيب لك الممول بس اكيد طبعا ليه شروطه. الفلوس هي اللي بتتكلم يا مصطفى. لارجون ماني ستوكينج، مانيز اولويز توكينج يا مصطفى. الفلوس هي اللي هتوقفك على سلم الطياره من فوق وتبص على الناس كلها من تحت. الفلوس هي اللي هتدخلك قاعة كبار الزوار، صحافة بقى وإعلام وسوشيال. الفلوس هي اللي هتخلي كل اللي كان بيحقر من فكرتك، قرايبك بقى ولا زمايلك في الجامعة، يجروا وراك بس عشان صورة واحدة أو كارت تذكية. هما دلوقتي بيحبطوك، بيقفلوا المعامل في وشك، بس لما بحثك يسمع كل دول هيبقوا تحت رجلك. وإذا كان على البلد يا سيدي بقى تعالى ادي محاضرات زي ما أنت عايز، ساعتها هم اللي هيجروا وراك. بس ده كله طبعا بشرط. ايه هو يا دكتور؟ يعني ان انت تتنازل عن كل النتائج الخاصه باستغلال نتائج بحثك. طبيعي. بس البحث ده يا دكتور وهتاخد فيلا وعربيه وهتتجوز واحده ست جميله تديك الاقامه والجنسيه. حياتك هتتغير تماما يا مصطفى. وعلى فكره انت مش اول حد، ناس كتير جدا عملوا زيك. بس البحث ده خاص بيا مصطفى. صدقني انت كده بتضيع من ايدك فرصه كبيره جدا. انا عايزاك تقرا العقد ده كويس، صدقني مش هتندم. افتح واقرا. اقرا يا مصطفى، اقرا وامضي، مصلحتك اهم. مبروك. الله يبارك فيك. حول ولا قوة إلا بالله. الدكتور قال لك إيه؟ لازم يركب دعام، ولازم حد ياخد باله منه، ولو ما خدش باله من صحته هيحتاج عملية قلب مفتوح. طب ما نركب له دعامة يا اخويا، ايه المشكلة؟ ايه ده يا عبد الحكيم، انت بتفكر؟ اوعى تكون بتفكر فلوس يا عبد الحكيم. بعدين يا عبد الحكيم، الفلوس اللي ربنا بيرزقك بيها دي الناس ليها نصيب فيها. وبعدين ده رصيدك في بنك الرحمن لابننا.
انا دفعت كل حاجه وخلصت كل الاجراءات يا مديحه. عفارم عليك يا حته مني. النبي صعبان عليا. يعني ايه الواحد يعيش في الدنيا كده من غير ولا حد يسند عليه ولا حد ياخد بايده؟ صعب قوي. ربنا يرحمه برحمته بقى. يا رب ويقدرنا على فعل الخير. عاوز تتجوز بنت متولي يا سعيد؟ مين اللي قال كده؟ يتقطع لساني اللي قال كده. انا عايز اخطبها بس. انا عايز اقطع الطريق على الواد نبيل عشان خاطر يشيلها من دماغه خالص، وبعدين بكره يسافر وكل واحد يروح لحاله. انا مش مصدقك يا دلوقتي. بس عليك انا زعلان منك. لا بجد بجد انا مقموص منك. ده انا من ايدك دي لايدك دي. حرام عليك، حياة الجنة اللي تحت رجليكي من ساعة ما وعيت عديتي. انا عمري رفضت لك طلب. لا حق ربنا ما حصلش يعني. طيب يا ست الناس، انا عارف ان انت مش هتعزي حاجه على الواد نبيل. ايوه ما هو ابنك زي ما انا ابنك. ايوه بس انا عارف اللي هو ما يعرفوش. انا عارف ان وفاء واهلها حاطين في دماغهم ان احنا واكلين مالهم. ان شاء الله ينشكوا في زوارهم واحد واحد. ايوه كويس انك انت فاكر يا اخو. فاكر طبعا، هو دي حاجه تتنسي؟ وبعدين هو انا مجنون عشان اجيب حي ارميها في حجر امي؟ وانا عارف ان كريمه وسنيه هيموتوا ويشموا عتبة بيتي. ان شاء الله يموتوا واخلص منهم. يا واد ما تقول لي بس ايه اللي في دماغك وتريحني وتريح نفسك. اللي بصي يا حبيبتي، انت هتروحي تقولي لهم ان الواد ابن الكبير هيموت عليه وعايزها باي شكل، وانا قيمت الموضوع بدماغي وقلت خلاص بقى نصفي القديم والجديد مره واحده بالنسب ده. طب افرض بقى رفضوا قالوا لا. مستحيل. ليه بقى؟ دي فرصة عمرهم ان هم يقولوا لان احنا فرصة بالنسبة لهم. ازاي يعني؟ وبعدين لو رفضوا حد يبقى المكسب مكسبين. ازاي؟ ايوه، ما هو مش معقولة ابنك الكبير بيحبها وتروحي تديها لابنك الصغير. يبقى احنا كده قطعنا الطريق خالص على الواد نبيل. صباح الفل يا ابو السعود. صباح الفل يا صاحبي. هات شاي يا ابني. بقول لك ايه؟ خير. عاوزك تيجي تاخد المطرح وش نظافه. ايه ده؟ انت ناوي تكتب على البت نواشي؟ نويت والنية لله، وكلمت امها وقالت امين. الف الف مبروك يا صاحبي، الف مبروك. بس عايز اقول لك حاجه، انت لازم تاخد حقك بالكامل. الفلوس في الدنيا دي سند وهيبه. هقول لك على حاجه، الست من دول تحب الراجل اللي ينغنغها بالفلوس، يملى دماغها بالحب والدلع. اقول لك على التقيله، انت لو عرفت تثبت براءتك هتعرف تعمل اي حاجه، وانت لك كتير يا صاحبي. ما تغيبش عليا. اخر الشارع يا اسطى. ليه في القريب كده؟ انا قلت المكنه هتنولها السعاده والبركه. مالك يا اسطى في ايه؟ مالي ايه؟ ده انا من اول النهار بدور على حاجه شقيه تهون عليا الورديه. لا والنبي ايه؟ يا نهار ازرق، نواشي ايه شفت عفريت قدامك؟ يلا يا اخويا كمل، سكت ليه؟ غني ولحن وقسم. وانت يا موزه رحتي ليه؟ ده لسه ما قالكيش الحلو منه. يا بنت مش كده، ما يصحش هتفضحينا في الشارع. ده كده وابو كده وام كده كمان، قسما بالله لاكون فضحاك يا عبقاوي. يا بنت تلم شويه، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده قدام الناس. يا عبيطه انا بسخن
عشان ما جلكيش عامل زي لوح التلج البارد. لو النبي ايه؟ وهو التسخين ما ينفعش غير في الرايحه والجايه؟ عارفه السبيرتو؟ اه بنحطه على الباجور عشان يسخن ويشعلل، عشان اجيلك جاهز يا هبله. شوف يا عبقاوي، انا عارفه ان عينك زايغه وبتاع نسوان، بس انا هعديها المره دي عشان ما كتبناش الكتاب. بس قسما بعزه جلاله الله لو لقيتك بتسخن تاني لكون سلقاك ومشياك موحوح زي الكتكوت المبلول. يا بنت ما انا موحد. ميسم. ورايح على فين كده بقى ان شاء الله؟ مشوار في القصير كده وراجع عشان اوحى يا ساتر. انت مصمم ها؟ جدا. ولو قلت لك انا مش هقدر اسافر معاك يا نبيه. طيب ممكن اعرف ليه؟ عشان مش هقدر اسيب اهلي. اهلك؟ مالهم اهلك باللي انا بقوله؟ انت لازم تختاري حياه تانية غير اللي اهلك عايشينها. الاهل اهل، هم كده كده راضيين بالحياه اللي هم عايشين فيها ومدفونين. مش مدفونين ولا حاجه. لا مدفونين، انت بس اللي عايز تضحك على نفسك. على فكره الناس دي مبسوطه وراضيه، وهم بيعملوا نفسهم كده علشان يعرفوا يكملوا حياتهم عادي. طب انا عايزه اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه دلوقتي حالا. اسالي السؤال اللي هجاوبك عليه. لو هتختار ما بيني وما بين انك تسافر وتشوف مستقبلك وابحاثك وطموحاتك، هتختار مين؟ سؤال غبي. والله ايه السؤال ده؟ انا مش فاهمه، ممكن توضحوا لي اكتر؟ ده انت فاهمه كويس قوي يا نبيه. انت حاجه وابحاثي وطموحاتي حاجه تانية خالص. انت عارفه كانك بتساليني على ايه؟ وبتخيريني ما بين ان انا اكل او اشرب. طب انا عايز اعمل الاثنين. فهمتي؟ لا انا فهمت حاجه تانية خالص. انك بتبيع يا نبيه، بتبيع اللي بينا وبتبيع حب سنين. هو ده اللي انت فهمتيه؟ ها؟ بتبهريني على طول يا وفاء. طب انا لو سالتك نفس السؤال وخيرتك بين انك تعيشي مع اهلك هنا ولا انك تيجي معايا ونعيش بره، ها قلتي ايه؟ اختار اهلي طبعا. يا بت انا مش قلتلك 100 مره ما تخرجيش غير لما تقولي لي؟ روحي يا نجف يا بت بطني، الهي اديلك ضربه الدم اللي تلودك يا بعيده. اقفلي اقفلي. قرف. عبد القوي عايز ايه؟ كلمتين قصيرين. نعم. عالطاير، مش هرغي كتير. بقول لك ايه، لو دماغك مسوحاك تبقى غلطان. اياك فاكر ان انا هخاف منك. يا ساتر، تخافي مني ليه؟ اعوذ بالله وانا عو. انت عايز ايه دلوقتي يا عبد القوي؟ مش هينفع كده من على الباب. تعالي بس واهدي، اهدي كده واقعدي. ما تخافيش ما تخافيش، انا عاوزك تقولي الحق لاخواتي مش لحد تاني، وهي كلمه هتاخديها من لساني وهتبقى دي في رقبتي. لو الدنيا سلكت انا هظبطك. خدتي ايه من هنقيه؟ خدتي ايه؟ ما انت لسه زي ما انت عايشه في نفس الجوهر اللي انت عايشه فيه. يعني شهادتك الزور هتدخلك جهنم في الاخره وما خدتيش حتى تبنها في الدنيا. انا قلت اللي شفته. ايه؟ انت شفتيني وانا بموت ابويا؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ ما تخافيش، اهدي، انا مش جاي اذيكي. انا عارف ان هنيه كرهتت لك، قالت لك امك في العيش ولا طارت وانت خفتي منها. حلت بوقك بلحسه بسبوسه قد كده ولهفت هي الصينيه. انا بقى هقسم معاكي الصينيه. ها قلتي ايه؟ انا مش عايزك تردي دلوقتي، دوريها في دماغك وانا هجيلك تاني. لازم.
في ايه يا ستي؟ اسكتي يا بنت، اسكتي خلاصي. في ايه يا ستي وفي ايه يا نيلتي؟ في ايه يا بنت؟ يا بنت عشان امك يا بنت. ما هي كل ما تشوفني جاي اقعد معاكي تيجي ترمي بلاها علينا وتيجي تقعد معانا. ما بعرفش اتكلم معاكي كلمتين على بعض. ماشي. ايه ده؟ ايه ده يا بنتي؟ يا حلاوه، ايه ده؟ ده دهب، ودهب بندقي كمان. جبت منين ده يا بنت؟ ده سعيد، فاكر لما قلت لك الانسيال بتاعي اتكسر ورحت اوديه له؟ اداني ده بداله. قال لي حاجه غريبه قوي، قال لي الانسيال بتاعي فالصو. ما انا قلت برضه هو يا اختي ابوكي حيلته ايه علشان يجيب لك حته دهب ولا حتى يسيغي؟ واللي اسمه نبيه ده راح احباله دايبه يا بنت. عارف الساعه مره بتيجي في الحلق كده وبتقف وبتخليكي كارهه الدنيا ومش حباها. بس ايه بقى اللي يخليكي حابه الدنيا؟ ليه يا ستي؟ عزها ومالها. وسعيد بقى هو اللي على الحجر. الام بس القلب ميال يا حبيبتي. عايزه تقولي ايه يا ستي؟ عايزه اقول لك يا حبيبتي ان هنيه تحب نبيها تتباهى بيها تتفشخر به في الحته وتقول ابني دكتور انما بقى سعيد لا، سعيد هو اللي على الحجر. ليه بقى يا نصحى؟ عشان عشش في مهنة أبوه، في كار أبوه من وهو صغير. يا أختي ملبس أمه الدهب في دراعاتها الاتنين من هنا لهنا. تيجي تقول له شمال يقول لها أمين، تيجي تقول له يمين يقول لها تأمري يا نور العين. ستي انت عايزه تجوزيني لسعيد؟ يا أختي تتجوزي أي حد فيهم، أنا عايزاكي تخشي البيت ده بتاع ابو الدهب باي طريقه. تدخليه بقى بجوازك من سعيد ولا بجوازك من نبيه مش فارقه. المهم ان التخطيط اللي في دماغي انك تخشي بيت ابو الدهب، وانا عليا بقى ان انا اقول لك وانت عليك العهد والنيه. ستي كلامك يخوف قوي يا ستي. ولا يخوف ولا حاجه. اسمعي، سعيد ده انا عارفه انه لعب وبيلعب بالثلاث ورقات، بس في الآخر بيخط الجامع، بيقرأ كتاب ربنا. إنما نبيه بقى شيطان. نبيه غصب عنه على فكرة، هو بس ملقاش حد يفهمه ولا يوعيه. يا بنت أنا عارفة إن نبيه من صغره وهو عقله نور، بس مسوحه. كان يقف راس براس كده للشيخ، ما كانش بيعجبه كلام حد ولا عقل حد غير عقله هو وبس. عمري في حياتي ما سمعته بيحمد ربنا كده من قلبه. واللي زي ده لا هيرتاح ولا هترتاحي معاه. لا مش مظبوط. وبعدين نبيه ده دكتور ومتعلم، حضر ماجستير ودكتوراه. اسكتي يا بنت اسكتي. ايه يعني دكتور ايه يجي ايه في سعيد اللي امه سايباله الحبل على الغارب. بكره ان شاء الله وبدون مقاطعه الوليه اللي اسمها هنيه دي هتموت، وساعتها بقى اللي اسمه نبيه ده مش تحت طوحها. مش بعيد يا اختي تكتب لسعيد كل حاجة زي ما الحاج سعيد الكبير كتب كل ماله لهنية اللي احنا لينا حق فيه. وساعتها بقى محدش هيقدر يجيب لنا الحق ده غيرك انت يا ست وفاء. اعمل لي قهوة سودا بسرعة. صباح الخير. صباح الفل يا حاج. صباح الفل يا سيف. تعال عايزك. قول لي هنعمل ايه يا سيف؟ كله تحت السيطرة يا حاج. لا انا ما بحبش كده، عايز افهم كل حاجة. عقبال بس ما حضرتك تشرب قهوتك اكون انا جبت المستندات اللي انت طلبتها وارسيك على كل حاجة. طيب ماشي، اتكل انت. بعد اذنك. اتفضل. كنت عايزاك في كلمتين يا حاج سعيد. نجف. في ايه يا اخويا؟ هو انت ما كنتش عايز تشوفني ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت ما نجيش هنا قبل كده؟
الله بالراحه عليا، في موضوع مهم ولازم اقول لك عليه. يا بت العين علينا هنا هتبقى كبيره ومجيتك مش حلوه. حاجه ايه دي؟ خير؟ خير طبعا، انا حامل. ايه؟ انت اتجننتي؟ انت مش قلت ان انت عامله حسابك؟ وهو حصل. وناويه تعملي ايه؟ لا يا عينيا، انت اللي ناوي تعمل ايه؟ طب امشي امشي دلوقتي. مش ماشي قبل ما تقول لي انت ناوي تعمل ايه ودلوقتي. امشي من وش السعادة بدل ما ارتكب جنايه. قلت لك مش ماشي قبل ما تشوف حل للمصيبه اللي انا فيها دي. هتتحل ازاي يعني؟ بسيطه، نعلن جوازنا. المستندات اللي طلبتها يا حاج. حضرنا يا متر. اتفضلي. وانت يا اخويا ما كنتش شاهد على عقد جوازي لعرفنا والحاج؟ طبعا. يعني انا مرات سعيد، مش غريبه يعني انك بحامل منه ولا ايه؟ انت حامل؟ طيب حاضر، جاي. حاضر حاضر بقى. ايه انت هتسيبني يا متولي واقفه على الباب كده هون؟ لا لا، ازاي؟ اتفضلي يا ست الحاجه، اتفضلي. أهلا اهلا يا ست بيك. هنيه، اتفضلي. اهلا بيك يا أهلاً اخويا. وسهلاً. اهلا يا ست اهلا هنيه. يا سنيه، ازيك يا أهلاً سنيه؟ وسهلاً. اهلا بيك. اتفضلي. بيك يا حبيبتي. على مهلك يا على مهلك يا حبيبتي. انا يا حبيبتي. أهلاً كريمة، أهلا يا كريمة، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني. ازيك يا أختي؟ ازيك؟ على مهلك يا الحمد لله يا حبيبتي. يا أختي بقالنا كتير، بقالنا قد إيه ما شفناش بعضينا. يا اختي ما تعديش، ده سنين طويله. سبحان الله، مع إن الحيط يا أختي في قفا الحيط. سبحان الله. قهوة هنية السادة يا سنية. عيني. يعني البت دي طمعانه في قرشين زياده، تشغلش بالك انت بالموضوع ده، سيب لي انا التفاهات يا حاج. المهم دلوقتي الورق والمستندات اللي حضرتك طلبتها. ماليش مزاج اقرا حاجه دلوقتي. لا 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 يا حاج، ده كلام مهم قوي. الدكتور نبيه اخو حضرتك ربنا يخليكوا لبعض ويحميكوا ويحرسكم، نصيبه في ميراث ابوه 2,700,000 بس. ازاي الكلام ده؟ اقول لك يا حاج، جدك الغالي الله يرحمه الحاج سعيد كتب ثروته كلها على حياة عينه لوالدة حضرتك الحاجة هنية، حتى الحسابات البنكية لسه باسمها لحد دلوقتي. فبالتالي الحاجة هنية ربنا يديها الصحة ويطول لنا في عمرها تقدر تتحكم في معظم الثروة، تقسمها زي ما هي عايزة. ممكن توهبه حاجة يمشي بيها نفسه، ليها الحق إنها تمنح وتمنع للي هي عايزاه. هنعمل ايه في مصيبه البت نجف؟ مصيبة يا حاج؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما قلت لك ما تشغلش بالك يا حاج بالامور الصغيره دي، سيب لنا المواضيع دي. انا مش عايزك تشغل بالك يا حجيجه غير برحله الحج اللي انت طالعها السنه دي، ترجع لنا من هناك بفتة بيضة، حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله يا حاج سعيد. يا أختي إن شاء الله تسلمي يا حبيبتي، تسلم إيديكي. الله، والله العظيم ما يعلى ابدا على قهوه سنيه عسل. خير يا ست ام سعيد؟ خير يا حبيبتي، هو انا اجيلكم في راضيه ابدا؟ بس اكيد يعني مش هيجيبك غير الشديد القوي. وليه الشديد القوي ليه؟ الله، طب وليه ما تكونش المحبه هي اللي جايباني؟ القصد الحلو والنيه الصافيه. طبعا، واحنا بينا ايه غير المحبه؟ جرى ايه يا هنية؟ ما تقولي يا اختي على طول انت عايزه ايه؟ هو احنا هناخد منك الكلام كلمه كلمه ولا ايه؟ يا خرابي عليك يا دي الوليه، على طول كده لسانك يعني ممدوده على طول كده، وما تستني عليا، اصطبري لما اشوف هقول لكم ايه. الله، طيب يا اختي قولي لنا يا اختي الكلمتين اللي انت جايه علشانهم يا ست ام سعيد. انا جايه علشان ست الستات، ست الحسن والجمال. جايه طالبها علشان اخدها لسعيد ابني. ايه رايكم بقى؟
يا بت انت هتفضلي ساكته كده؟ ما تتكلمي. اتكلم اقول ايه؟ سبتي شغلك ليه؟ انا حر مش عايزه اشتغل. نعم يا اختي، هو ايه اللي انت حره ومش عايزه تشتغلي يا بعيده؟ قومي ياما قومي ياما افتح الباب. انا اللي اقوم افتح الباب صح. مساء الخير. مساء النور يا استاذ سيف. الانسه نجف موجوده؟ خير. لا خير ان شاء الله يا حاجه. هو بس الحاج سعيد كان اتنرفز للاسف على الانسه نجف، فهو عارف مقام حضرتك عند ست الحاجه، فبعتني بنفسي علشان اراضيها واصالحها واحاول ارجعها الشغل من تاني. عملتي ايه اللي تنشكي في مصاريني؟ استني بس ياما. وقال لك ايه بقى سي الحاج سعيد؟ الحاج سعيد قال لي كل خير، بس يعني هنتكلم واحنا واقفين على الباب ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا استاذ سيف، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. متشكر جدا. تشرب ايه يا استاذ سيف؟ اعملي له ياما لو سمحتي كوبايه شاي. ماشي. يا نعم، عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز لك الخير يا نجف، بس انتي تسمعي كلامي وكله هيبقى تحت السيطرة. بصي يا بنت الحلال، دي فلوس هتظبط معاكي الدنيا قوي. ده غير دكتور وطقم ممرضين على أعلى مستوى في أكبر عيادة فيك يا مصر، هيرجعوكي تاني زي ما كنتي، يعني مفيش أي حاجة حصلت خالص. لا ياما اصبري. انت بتقول ايه؟ لا ياما استني. بيقول ايه ده؟ استني ياما. لا خليني بس يا حاجه، اهدي اهدي يا حاجه، اهدي عشان خاطري، اهدي. هفهمك ياما والله. بس يا نجف ثواني ايه؟ تقلقيش يا حاجه، خير باذن الله. وبعدين احنا في زمن دلوقتي اللي اتكسر بيتصلح عادي. بنتك في ايد امينه. سعيد انت اللي اسمك اخويا. ايه في ايه مالك الله؟ انت ليه مصمم تعمل عداوه بيني وبينك وتخليني اكرهك؟ عداوه ايه يا ابني؟ ما تفهمني. على اساس انك ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ازاي تقول لامك تروح تخطب لك وفاء؟ صحيح. ايه رايك؟ اختيار حلو صح؟ عرفت اختار. ما لقيتش غير دي. ده الحاره كلها عارفه ان احنا بنحب بعض ومن زمان. الله، ما تلم نفسك بقى وحط لسانك جوه بوقك وابلع ريقك. في ايه؟ اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده كان شويه لعب عيال صغيره كده عادي، يعني بتحصل من اول الفلاحين لغايه المدينه والحضر. وبعدين انت يعني مالكش في موضوع الحب والجواز والعيال والاستقرار والكلام ده. انت عندك ابحاثك العلميه وحياتك اللي مش عارفه ايه. انا اللي ليا في الحاجات دي، ما تسيبني يا اخي. اديني بقول لك اهو يا سعيد، ابعد عنها. طب ما تبعد انت يا سعيد. اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت وامي عملتوه ده غلط يا سعيد. ولو ما رجعتش على اللي انت بتعمله ده انا هرتكب جريمه، انت فاهم ولا لا؟ اهدى، عيب. انا اخوك الحاج سعيد الكبير. بعدين عيب لما يقولوا اتنين اخوات اتخانقوا مع بعض عشان خاطر واحده ست. وبعدين ايه يا اخي؟ هو انا مكتوب على وش التضحيه ولازم انا اللي اضحي؟ ما تضحي انت، ولا هي مش موجوده في قاموسك خالص. وبعدين انا بصراحه عجبتني مدرسه المكسب والخساره، وانا من اللحظه دي هتبع المدرسه دي. سعيد الان ما بيخسرش. مكسب يخسر هي تجاره؟ يعني ايه الكلام ده؟ ممكن تفهمني؟ يعني انت لو عايزني اضحي انا كمان عاوزك تضحي. اشمعنى انا وانت لا؟ جات لي فكره، ايه رايك نسيبها هي تختار؟ دورها في دماغك
اختار. وليك عليا، لو اختارتك هجيب لك اغلى شبكه فيك يا مصر، وهديك محل مجوهرات هديه. نقطتك بركه جواز. فير انف كده. طول عمرك فير يا اخويا. هنية مش سهلة، وعارفة انها اما تيجي تخطبك لسعيد ونقول لا ما ينفعش نقول بيه، وجيتي للحق. انا مبسوطة اللي حصل ده. انا مش عايزاك تدخلي البيت ده من اصله. ليه يا اختي؟ ليه يا اختي ما تخشش البيت ده من اصله؟ انا عايزة بنتي تعيش سعيدة وبالها مرتاح. وهي بالها يا اختي مش هيرتاح الا وهي بعيدة عن بيت ابو الدهب. انا بنتي بتشتغل وبكره ربنا يفتحها عليها، وانا متأكدة ان ربنا هيرزقها باللي يسعدها، انما بيت ابو الدهب لا. تعيش مع هنية لا. بقول لك ايه، امك وابوكي دول بصاحبهم الفقر كده. اي والله بصاحبهم الفقر. امك دي اصلها ست ضعيفه، ما هي لو كانت قويه كانت قوت ابوكي وخلتكم في حته تانيه خالص. واديكي شوفي ابوكي يا اختي لما حب يهديكي هداكي الذهب قشره، انما الذهب الاصلي البندقي جالك من بيت السعد والهنا. انا البس القشره وانا مبسوطه، وما البسش السبايك وانا شايله هم الدنيا فوق دماغي. اسمعي يا بت، بقول لك ايه، سعيد ده باب، الباب ده لو اتقفل مش هتعرفي تفتحيه تاني ابدا. ماشي يا ستي، بس انا ما بحبش سعيد، مش حاسه باي حاجه ناحيته. انا قلبي ميال لنبيه. نبيه ايه وبتاع ايه؟ ايه يا بت، انت مجنونه ولا عبيطه ولا بتستهبلي ولا شكلك كده؟ نبيه ده مفيش منه امل خالص، ده ملوش مله يا بت. يا بت اسمعي كلامي، اسمعي كلام ست، اسمعي كلام ستك هتكسبي صدقيني. الكشري يوه، وانا مش قلت لك بحبه في كيس؟ يا بنت الغالي للغالي. وبعدين يا نوشه منظرك وانت بتشدي في كيس الكشري كده بيضايقني. بس انا بحب. تحبي مين؟ الكشري؟ الكشري. طب واللي جاب الكشري؟ اللي جاب الكشري ده قلبي وروحي وعيني. يا ساتر. يود احنا مكتوبين لبعض من واحنا في اللفه. فاكر زمان لما كنت بتجيلي تقف على باب المدرسه؟ قال ايه؟ عشان تشيلي الشنطه. والله العظيم كانت ايام حلوه. والله العظيم ما في احلى منك. بس بقول لك ايه، انا كنت نبيها في العلام. عارف لو كملت كان زماني بقيت وزيره والمصحف. طب اسمعي يا ست الوزيره، قالوا ايه زمان يا بنت الناس؟ كلمتين ابرك من دفتر. وماله، انا احب اللي يجي دغري. بأمك ايدك منها والقبر. كل ما تشوف وشي تقول لي انت مين. ما بقتش عارفه انا عبد القوي من اشرف. يا عبقوي كبرت بقى، ويعني بقت بتنسى خلاص. هنعمل ايه؟ يبقى الاتفاق بيني وبينك. وماله؟ طلباتك. ماليش طلبات. لا، ما انت لو فاكره ان انا هقبل بكده تبقى غلطانه. بص يا بنت الناس، انا هجيب شبكه وهعمل فرح وهفرش لك المطبخ من الابره للصاروخ. ماشي يا عم الصاروخ، بس تقدر تقولي بقى هتجيب فلوس ده كله منين؟ هو انت حيلتك؟ هو انت لاقي تدفع اللي عليك؟ اخس. يبقى كده يا نوشه. مش القصد، انا قصدي يعني احنا ستر وغطا على بعض، وطالما انت جاي دغري وناوي نيه خير وماله، انا شاري، مش عايزه حاجه عبء قوي. ايوه يا نوشه، بس انا كده مش هبقى مستريح. طب والحل؟ احنا نكتب قايمه وانت تكتبي فيها اللي يخطر على بالك، وانا كل ما ربنا يكرمني ويرضيني اجيب لك حاجه في حاجه. ماشي. والدهب تشوفي البنات بتكتب كام جرام وتكتبيه في القايمه برضه. مش عايزه دهب، انت عندي اغلى من الدهب. يوه، امال فين الشطه؟ مش حاسه بالشطه بنت.
يا بنت الشطه في قلبي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. No, Marina, no, Marina. This was all for nothing. Dear Rose, what we want will happen. No, you don't understand. I don't want anyone to come to me and tell me this is my research, this was my idea. I just want him to يتنازل ياخد الفلوس وبس. Trust me, he just smell the money. He will change his mind. ده ولد مش لاقي ياكل. الفلوس تغير دماغ أي حد يا روز. ما تقلقيش. في دماغه بس شوية أفكار قديمة كده هنظبطها له. ونبيه؟ No, no. Don't be rush with Nabi, please. His project is of great importance to me. No, no. Nabi is rich. He will refuse your offer by this way. I understand Nabih well. I know he's after fame. But his project will bring us billions. Okay. Let him to me. I know his entrance. شدي حيلك شوية. Isn't this what you say? Don't worry, Rose. Okay, Marina. Okay, bye. ادخل. كنت عايزك في كلمتين. تعال يا حبيبي اقعد. هو انت ليه ما قلتليش انك هتخطبي وفاء لسعيد؟ الله، هو انا لازم استأذن منك يعني؟ اه، عشان انا بحبها من زمان والمفروض انك عارفه. يا دي النصيب، عيب يا واد ما تقولش كده. يا خرابي، الكلام ده يروح فيه رقابي يروح امك. انت بتكرهيني. كرهك؟ اه. في امي في الدنيا تكره ضناها يا ابني؟ انت ليه بتعملي كده؟ هو انا عملت ايه يا ابني عشان تقولي الكلام ده؟ واقفه في طريق مستقبلي. البنت الوحيده اللي حبيتها حرمتني منها. محدش وقف في طريق مستقبلك. الله، انت قلت عاوز اسافر، قلنا لك سافر يا حبيبي بالسلامه وبالتوفيق، وكل اللي انت عاوزه اخوك هيبعتهولك. اما بالنسبه بقى للبت اللي اسمها وفاء، الله، انت ما جيتش قلت لي يما انا بحبها وبموت فيها عشان اخطبها لك. اخوك اللي جالي قعد يعيط ويقول لي يما بحبها، يما بموت فيها، يما اخطبها لي. صعب عليا يا قلبي ورحت خطبتها له. هلا يبقى مين اللي غلطان فينا بقى؟ انا. وانا اللي غلطان اني جيت قعدت معاكي اصلا. ازيك يا اشرف؟ ابو حميد، لا انت بخير. سعيد. ابو حكيم، طب ما تيجي هنا في المحل؟ تعالى تعالى عايزك. طيب. ازيك يا ابو حميد؟ سلم لي على الحاج. كده لحد دلوقتي ما قلتليش مبروك؟ معلش يا سيدي، انا اسف والله. كان اليوم ده مشغول قوي وما عرفتش اجيلك والله غصب عني. الف مليون مبروك. طب اقعد، عايزك في كلمتين. قول لي حبيبي. عم هلال بتاع الجامع ماله؟ امبارح تعب ووديناه المستشفى. لا اله الا الله. طب هو عامل ايه دلوقتي؟ انا رقبتي سداده من جنيه ل1000. لا انا خلاص دفعت فلوس المستشفى من باقي الفلوس اللي انت كنت مديهم لي. انا عايزك بس تقعده في شقتكم القديمه. انت عارف ان هو بيبات في الجامع وما عندوش حته يقعد فيها ودلوقتي الدنيا برد. طبعا عين العقل اللي انت بتقوله، من عينيا. هخلي له الشقه عروسه ويجي يقعد فيها. طيب انت عايز حاجه تاني؟ اه، ما تزعلش نبيه اخوك يا سيدي. قول له هو اللي ما يزعلنيش. في الاخر ده اخويا الصغير، انا عارف انه طايش واحتويه. يلا ربنا ييسر الحال. تابع انت بس مع عم هلال، لو في حاجه بقى بلغني. سلام. صباح الفل. صباح الجمال.